ازيكم يا جماعه، ايه الاخبار؟ النهارده عايز اكلمكم عن لو انت خلاص قررت تدخل الكليه. في شويه نصايح كده كنت نفسي حد يقولها لي قبل ما ادخل الكليه، كان هتفرق معايا طول ال4 سنين. وفي نفس الوقت في شويه عيوب لازم تكون عارفها لو لسه بتفكر تدخل او ما تدخلش. دلوقتي الكليه بتاعتنا للاسف كمبيوتر ساينس، هي ما تقدرش تعتمد على مذاكرتها او منهجها بشكل كامل. يعني انت لو اعتمدت على دراستك في كمبيوتر ساينس هتطلع مش هتشتغل. الدراسة في الكلية تقريبا بتديك 20% من العلم اللي المفروض يبقى عندك علشان تشتغل. هي بتبقى دراسة أكاديمية بحتة، مش بيديك حاجة عملية أو بيدرسك تراك بشكل عملي تقدر تشتغل بيه لما تتخرج. فلازم أول حاجة تبقى عارفها لو قررت تدخل الكمبيوتر ساينس، إنك ما ينفعش تعتمد على الكلية بشكل كامل. 20% و80% التانية كورسات. ومش معنى كورسات إنك هتروح مكان تاني وتتعلم. اليوتيوب والانترنت مليان حاجات كتيره جدا، ممكن ريسورسز وكورسات تقدر تتفرج عليها. المبادرات اللي موجوده من وزاره الاتصالات بتدعم ده بشكل كبير قوي. في كورسات في كل التراكات اللي موجوده من اول سنه اولى، ومن اول ترم في سنه اولى تقدر تبدا تدخل المبادرات ديت. واهم مبادره فيهم اسمها مبادره رواد مصر الرقميه، دي بتبقى مدتها 6 شهور، وتقدر تاخدها كذا مره في كذا تراك مختلف. ومن اكتر الحاجات اللي بتخلي الواحد داخل خلاص مسيستم دماغه بالطريقه اللي الشغل عايزها، لان المبادرات ديت بتديك الجزء التكنيكال وبتعلمك انجلش وبتعلمك ازاي تجيب شغل اونلاين، فبتبقى باكج كامله. فلو هتدخل الكليه تعتمد على دراستك بس، ويبقى معيار نجاحك هو تقديرك او الGPA، فاللي بيعتمد كده 100% على الكليه مش بيلاقي حاجه يعملها بعد ما يتخرج. يعني اللي عايزاها الشركات مقابل من اللي بيديهولك الجامعه ده غير ده تماما يعني. فالشغل العملي انت لازم تسعى فيه لوحدك غير دراستك في الكليه. لا هتوافق ما بين الاثنين، ما ينفعش تسيب ده خالص وتسيب ده خالص، لان الGPA بيكون مهم في اول بدايه الشغل. العلم بيفرق ما بين شخص والتاني، الحاجات اللي بتاخدها في الكليه، ولكن نقدر نقول 20-80، مش حتى 50-50. دي اول حاجه. تاني حاجه، الناس اللي ما عندهاش مهاره الماس الكليه عادي تبقى مناسباهم. مش كل الاقسام بتبقى عايزه ماثيماتكس كتير. في اقسام معينه بتحتاج فيها ماس، زي AI وزي الداتا ساينس. في ارقام وفي حسابات، وفي مثلا لو هتبني موديل نفسه بايدك تحتاج تعمل انتجريشن وديريفيتيف بكذا طريقه كده، زي اللي بتاخده في ثانويه عامه في الماس. فلو انت مش شاطر في الحته ديت، في اقسام تانية هتناسبك عادي، زي سايبر سيكيورتي تعتمد على الشبكات اكتر وشغل من نوع مختلف. حاجه زي مثلا الفرونت اند والباك اند، برضو الماس فيهم قليل. فالكليه ما بتعتمدش 100% على الماس، ولكن في اقسام بتعتمد على الماس، فدي حاجه تبقى عارفها. الكليه مش عايزه حد يعتمد على الدكاتره اللي فيها. لو انت معتمد على الدكتور وانك هتفهم من شرح الدكتور، في ساعات بتبقى دكاتره مش متمكنين قوي من الماده، او بيبقى متمكنين بس مش عارفين يوصلك المعلومه. فلازم يبقى عندك مهاره انك تسيلف ليرن، تتعلم بنفسك المعلومه. ولو انت رجعت وفي بروبلم واقفه معاك، تقدر تسال ChatGPT وجيميناي ومش عارف اليوتيوب لحد ما توصل وتحلها. فالدكاتره الجامعيين ما تقدرش تعتمد عليهم 100%، برضو لازم تتعلم لوحدك المناهج، حتى لو الدكتور اللي في الجامعه او المعيد مش عارف يوصل لك. الموضوع ده بيختلف طبعا من ماده للتانيه ومن دكتور للتاني وي، ولكن تبقى عندك المعرفه انك هتحتاج تعمل كده، لان دي كلها يعتبر تشالنجز، تحديات بتقابلك. بمجرد ما انت تقابلك اول تحدي وتفكس له، اللي هو خلاص بقى انا مش فاهم الماده، او تقعد تصيح، مش هتلاقي حد بينجدك. وهتلاقي واحده واحده بتكبر دماغك في حاجه ورا التانيه ورا التانيه، وبتنزنق وقت الامتحان وتعمل اللي تقدر عليه عشان تعدي الماده. فبالتالي تلاقي محصله بعد 4 سنين من العك ده، مش هتلاقي نفسك وصلت لحاجه خالص. ففروم داي 1 المفروض تبقى عارف الكلام دوت، وتبقى عارف انك هتقابل تشالنجز زي ديت وتحاول تحلها. الكليه عايزه اللي بيحفرك، والكلام ده قلته في الفيديو اللي فات. مش اللي بيعتمد عليها. انت عارف في كليات تانية انت لو بس مركز في الكليه ومنهج الكليه، انت هتطلع من الكليه 10/10. زي الكليات الطبيه، طب بشري واسنان وعلاج طبيعي، هم بس محتاجين يركزوا في الدراسه، مش اي حاجه غير الدراسه. لو ركز في الدراسه 100% وتخرج بعد 4-5 سنين، هيبقى خلاص وتقريبا وصل اللي هو عايزه مع كام تدريب كده في الصيف. ولكن احنا مختلفين،
احنا عندنا مميزات، زي مثلا ان في فلكسبيليتي كبيره قوي في الشغل، زي انك تقدر تشتغل لشركات بره مصر بسهوله، انك تشتغل ريموت لشركات جوه مصر من بيتك، سهل انك تتعلم كورسات اونلاين او اوفلاين، سهل انك في مصادر كتيره للمعلومه، مش لازم المعلومه تبقى عمليه، ممكن حد عادي يفهمك عن طريق فيديوهات، عكس الكليات الطبيه ساعات بيبقى لازم الحاجه قدامك. في فلكسبيليتي عاليه، بس مقابل ده في تشالنجز تانية، زي ان المعلومه مش دايما بتوصل لك بالمعلقه، انت لازم تبحث عنها وتتعلمها بشكل عملي. لو انت بتعتمد على الدكاتره او على الكورسات عامه انك تفهمها، مش هتوصل لحاجه. برضو لازم تطبق بايديك كتير. الفهم المعلومه سهل، بس التطبيق ساعتها بتقابل تشالنج من نوع جديد، بتفهم انت ايه الحاجه اللي مش عارف تطبقها، وبتقعد بقى تحاول مره واثنين وثلاثه وتحل ايرورات وبتاع لحد ما الموضوع بيشتغل معاك. انك تعتمد على الكلام اللي بيتقالك وانك فاهمه ده مش كفايه، لازم تطبق بايديك. ولما تبدا تطبق بايديك بتلاقي الموضوع اصعب، فانت محتاج يبقى بالك طويل ونفسك طويل انك تبدا تحل ده ولحد ما تلاقي الموضوع بيتطبق. عايزه نفس طويل، عايزه انك تقعد ال4 سنين بتعافر وبتحاول تتعلم اكتر. هتلاقي نفسك مشتت قوي في البدايه، لان الاقسام كتيره والتراكات كتيره ومتبقاش عارف انت المفروض هتكمل في ايه وايه المناسب ليك. بس لازم تبدا تجرب، وانس انك اخترت تراك ولقيت ان ده عجبك وشغفك ناحيته، فانت هتلاقي نفسك واحده واحده مركز فيه اكتر، وبتدور بقى على ريسورسز اكتر وتاخد فيه شهادات اكتر وكورسات وبتاع ومشاريع اكتر، وتبدا تبني البورتفوليو بتاعك والبراندنج بتاعك. الكلام ده كله هتفهمه مع الوقت، بس في البدايه بتبقى تايه، وبمجرد المفروض في نهايه سنه اولى الدنيا كلها بتبقى واضحه وتبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي، وناوي على الاقل في تراك مبدئيا هتمشي فيه، وتبدا تهتم بلينكد ان، وكل كورس وكل بروجكت تاخده وتنزله، لان لينكد ان ده بتبقى يعتبر الواجهه بتاعتك. ده لما دايما بتحطه في السي في بتاعك، عشان لما الشركه والجيت هاب لما الشركه تقدم عليها بتشوف الجيت هاب واللينكد ان بتاعك وانت عملت ايه خلال السنه اللي فاتت او السنتين اللي فاتوا. فده ايه ده الشغل العملي انت بتنشره هناك وبتشوفه هناك. فهي مغامره، والكليه ليها مميزات كتيره، وزي مثلا المسابقات اللي تقدر تدخلها، وانك تشتغل في تيمز وهاكاثون وتسافر مؤتمرات وتروح ايفنتات والكونكشنز وتتعرف على ناس وتبني علاقات، والعلاقات ديت تجيب لك تدريبات بعد كده وشغل بعد كده. فهي متعه، بس هي عايزه حفرقه. مش هتلاقي في واحد بيكون داخل الكليه قاعد ال4 سنين بيروح الجامعه ويرجع، وفي واحد تاني بيروح الجامعه ومسابقات وايفنتات وكورسات وي. هو ده اللي بيقدر بعد ما يخلص الكليه يلاقي شغل بسهوله، ويكون مجرب حاجات كتيره ومميز عن غيره لما تيجي تتكلم معاه في اي حاجه تخص التكنولوجي. فحاول انت تبقى الشخص ده. والكليه اتورثت 100%، ما ندمتش يوم ان انا دخلتها، بس حفرك كتير اثناء الكليه علشان برضو ما تندمش يوم انك دخلتها. لو انت ميال لده وعندك استعداد انك تعمل ده خلال السنين بتاعت الكليه ادخلها. لو انت مش من النوع اللي عايز تعمل كده، خلاص يعني ممكن تشوف مجال تاني انسب لك وانسب لشخصيتك. لو خلاص ناوي تدخل الكليه وشايفها اكتر حاجه مناسبه ليك، فانا عامل كورسات. الكورسات ديت في عباره عن 4 كورسات لحد دلوقتي، وكورسات بتزيد مع الوقت. اول كورس لازم تاخده قبل ما تدخل الكليه، هو بيأسسك، بيديك منهج اصعب ماده في الكليه اللي بتاخدها في اول ترم، اسمها بروجرامينج 1 او سي بلس بلس بيزكس. اسم اللغه سي بلس بلس، بتجهزك وبتعرفك تفاصيل الماده ديت بشكل عملي، لان في جامعات كتيره مش بتديك الماده ديت بشكل عملي، بتبقى كلام نظري، وبنطبق عليها بتاسكات كتيره ومشاريع كتيره. فدي المفروض تاخدها قبل ما تدخل الكليه. ومجرد ما تدخل الكليه في 3 كورسات تانيين بتاخدهم، بتحتاجهم اثناء دراستك، وبيفرقوا معاك انك تفهم الكورسات ديت بشكل عملي عن اي حد تاني. او لما تاخد الكورس ده في الكليه مش بتلاقي نفسك بتطبق كتير ومش فاهم تفاصيله كتيره، زي الاو بي والداتا ستراكشر والالجوريزمز بنشرحها بطريقه مختلفه. فارشح لك تاخد الكورس دوت قبل ما تدخل الكليه، وباقي الكورسات وانت بتتعلم في الكليه هتبدا تدرسهم، لان هو اول كورس لوحده هو شهر، وممكن تكثفه وتاخده في اسبوعين، بس ده لازم تاخده قبل البدايه، والباقي بعد ما تبدا الدراسه بتاعتك تبدا تاخد ال3 كورسات التانيين. ففي نظام باكجز كده وديسكاونتس بتوصل ل 50% موجوده دلوقتي، بس هي العدد محدود. فهسيب لك لينك
في البايو او في اول كومنت لو الفيديو ده على الفيسبوك لرقم واتساب، تبعت له الكوبون ده DAV27 وهيبعت لك الديتيلز والديسكاونتس اللي موجوده علشان تتاسس وتبقى مميز اول ما تدخل الكليه. وهسيب لك برده فيدباك الناس اللي خدت الكورسات ديت قبل كده من السنين اللي فاتت فرقت معاهم قد ايه. فدي نصيحتي، ان الكورس ده هيفيدك قبل ما تدخل الكليه عشان ما تلاقيش نفسك تايه، والكليه تستحق 100% لو ناوي تعمل الكلام اللي انا قلته لك خلال الفيديو ده. بس كده، اشوفك ان شاء الله في اول فيديو في الكورس. مع السلامه.